عارفين إن الشهور القبطية أصلها فرعوني؟ الشهور القبطية هو نظام قديم من أيام القدماء المصريين، عملوه من حوالي 6000 سنة، وفي أسرار غريبة هنعرفها في حلقة النهاردة. فالشهور القبطية هي النظام اللي كان ماشي بيه المصريين القدماء، وهي دي السنة بتاعتهم، والكنيسة أخدت النظام ده وبقت تتعامل بيه لغاية النهاردة، لأنه تقويم ما فيهوش غلطة ودقيق جداً. والشهور القبطية كلها 30 يوم بس، ومفيش حاجة اسمها الشهر ده 31 يوم، فكل شهور السنة القبطية 30 يوم ما عدا شهر واحد وهو آخر شهر اسمه النسك. والشهور القبطية هي توت، بابا، هاتور، كياك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشمس، بقونة، أبيب، مصرة، والنس. ولو لاحظتوا إن الشهور اللي ذكرناها 13 شهر مش 12، وآخر شهر ده اللي هو شهر النسك، وهو شهر صغير جداً مدته 5 أو 6 أيام حسب السنة الكبيسة. وأسماء الشهور القبطية متسمية على أسماء الآلهة المصرية القديمة، زي شهر توت، واللي متسمي على اسم الإله تحوت إله العلوم عند المصريين القدماء. وكمان باقي الشهور، فكل شهر قبطي على اسم إله مصري قديم. وبعدها الكنيسة خدت التقويم ده وبقى التقويم الرسمي ليها، واللي على أساسه بيتحدد كل الصلوات والأعياد والأصوام، لأنه دقيق جداً. بس الكنيسة ادت التقويم ده طابع مسيحي، ومن ساعتها عرفنا السنة القبطية. وانت كمان صلي معايا وقول: يا رب ابتدينا سنة جديدة، خليها مليانة فرح وسلام، بارك بيوتنا وولادك، وادينا نبتدي معاك صفحة جديدة مليانة محبة وفرح. آمين.